النهارده باذن الله هنعمل معاكم الشاورما السوري والتوميه. تابعوا معايا الفيديو. معايا 4 معالق من الخل و4 معالق من الزيت، معايا معلقتين من الصويا صوص، معايا علبه زبادي، ومعانا معلقه صلصه، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه بابريكا، معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه كاري، معلقه جنزبيل، ورشه شطه. معانا معلقتين من عصير الليمون، ومعانا فصين توم مهروسين. هنخلط بقى كل المكونات دي كده مع بعض. كده هننزل بقى بالشاورما اللي احنا مقطعينها شرايح، هنقلبها كده مع الخلطة اللي احنا عملناها. اخر حاجة بقى هنحط معلقة صغيرة من الملح، هندخلها بقى التلاجة ساعتين ونرجع له. قلت كوباية من النشا، حطينا كوباية من المية، هنقلبهم الاول على البارد كده، وبعدين بقى نرفعهم على النار. كده حطيناهم على النار ولازم نفضل نقلب فيهم كده على نار هاديه. ضفينا على النشا لما بقت بالقوام الكريمي دوت، هنسيبها بقى تبرد ونقول لكم هنعمل ايه. معايا 4 معالق من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المفروم، معايا معلقتين كبار من الخل، معانا ربع كوبايه من اللبن، معايا معلقتين كبار من المايونيز. المكونات دي في الخلاط مع بعض. هنحط رشه بسيطه من الملح، هنحط بقى الخليط اللي احنا عملناه كده. حطينا الخليط اللي احنا عملناه، هنضربهم بقى مع بعض تاني. ده هنفضل نضرب فيها لحد القوام بتاعها ما يبقى كريمي كده. بصوا جميله ازاي، بصوا القوام بتاعها كريمي ازاي. معانا معلقتين كبار من الزيت على النار، لازم يسخنوا جامد. بعدين ننزل بالشاورما، نديها تقلبتين كده على النار. الشاورما خلاص استوت اهي، هننزل عليها بقى بفلفل الوان. كده حطينا الفلفل الالوان دقيقتين بقى بالظبط ونطفي عليها. على الكليب اهوت نتنيناه كده. هنحط اول حاجه معانا المايونيز، وبعدين الكاتشب، وبعدين هنحط الشاورما بتاعتنا كده. هنلف بقى الكريب بتاعنا كده كده كده، نلف كده، نلفه جامد عشان ما يفكش مننا. بس كده. حطينا الجريل على النار، ومعانا معلقه صغيره من الزيت. كده الطاسه سخنت اهيت، هننزل بالكريب اللي احنا عملناه. خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش تدعموني بلايك وشير للفيديو.